مرة أخرى أعزائي المشاهدين معنا نجمنا الدكتور عصام رجب حميدو، نجم مصر وبطل العالم في ألعاب القوى، وأصبح حاليا طبعا نائب رئيس الجامعة في ولاية تينيسي ومستشار حاكم في ولاية تينيسي للصحة واللياقة البدنية. دكتور عصام، دلوقتي المزايا اللي بياخدها أي معاق مثلا داخل الجامعة أو في التعليم عموما، هل بيبقى ليهم فترة يقدروا بالمجان ان يتعاملوا بيها؟ لو عايزين مثلا انا خلاص قدمت وعايز اشتغل، هل فيها يعني امتيازات؟ عايز اخد اراضي، عايز اخد شقه، يعني القصص ايه المزايا اللي بتقدر تاخدها هناك في امريكا، وعشان نتمنى طبعا يكون في موجود هنا زينا في مصر. هو اولا بالنسبه للمعاق، في اي معاق من سن 3 سنين لغايه سن 22 سنه لو هو معاق ده بيتعلم تعليم مجاني وعلاج وكل حاجه بيبقى احسن، بيبقى على احسن مستوى. كويس. حتى لو الطفل دوت ومحتاج امكانيات مثلا كراسي متحركه، اجهزه للتنفس، كل ما تتخيله. كويس. على حسب نوع الاعاقه اللي عنده. دي تامين خاص بيه جدا، بيتكفل بيه من الالف لغايه الياء. يعني جاهز يعني. حتى بيدوا اعانه للاسره بتاعته عشان يقدروا يصرفوا على علاجه وكل تعليمه والحاجات دي اجهزته وكله مجاني. مجاني. ده لغايه 22 سنه. هو في الجامعه بقى ولا؟ طب لو دخل الجامعه بيخش الجامعه بيخش الجامعه منح ببلاش برضك، يعني مجاني برضك اللي هو بيخش الجامعه. يعني بيبقى في اختبارات معينه. بيبقى في اختبارات معينه. يعني هو لما بيخش الجامعه كويس، لو واحد مثلا معوق في على فكره على حسب نوع الاعاقه، يعني تختلف الاعاقات يعني. فما بتيجي بتبقى في اختبارات يعني مثلا لو في مثلا معوق مثلا عنده مثلا بطء في التعلم، يعني هو محتاج مثلا ياخد الامتحان ده، فتلاقي الفرد العادي بياخد الامتحان دوت في ساعه، هو ممكن ياخده في ساعتين. فهو لو هو كان اثبت مثلا تقرير طبي ان هو مثلا محتاج مثلا وقت زياده في الامتحان، فاحنا بنديله وقت زياده في الامتحان. لكن الامتحان بيبقى هو نفس الامتحان. ما فيش فرق منها. طبعا في لو اتكلمنا بقى هنقعد نتكلم على مميزات المعوقين، حاجات كتير جدا جدا جدا. يعني حضرتك مثلا انت لو جيت في الشارع انت بتلاقي في اماكن، انت فاهم الاماكن دي ما فيش حد يقدر يحط العربيه بتاعته ويركنها فيها. لو واحد حط العربيه فيها كويس، الراجل ده ياخد مخالفه ويسحب العربيه بتاعته بالونش، مخالفه 200 دولار. والمراكنه بتاع المكان المخصص للسيارات. انت بتروح يعني انا لما جيت هنا اهو التلفزيون، انا ومعايا صديق ليا، احنا ركننا في الدور الاول ونزلنا على السلالم كويس، وجينا هنا التلفزيون. يعني تخيل حضرتك لو واحد مثلا بكرسي متحرك، طب ما احنا لازم نشيله عشان نطلعه من السلم ونخرجه من السلم يعني. فانا اتمنى يعني ان هو كل دلوقتي لما يبقى فيه تخطيط مباني او تخطيط لمدارس، تخطيط لجامعات، مستشفيات، اي مبنى، اي حاجه، حتى المطاعم، لازم نحط برضك ان في انسان معوق كويس. الراجل ده لازم يبقى فيه اللي هو الرمبات دي، ممكن يمشي بالكرسي المتحرك. طلبات يعني مثلا المعوقين هناك، عايز شقه، عايز بيت، عايز مثلا ارض، عايز يعني الحاجات دي بتبقى سهله ولا بتبقى ولا؟ المعوق هناك بيبقى ليه الاولويه في كل حاجه. اولويه الاولويه في كل حاجه، كل ما تتخيله. يعني انا بقول لحضرتك كان في مقاله من عندنا من حوالي 4 أسابيع، كنت انت مقدم برضه مش عارف على ارض وكلام من ده، وكان دكتور كان الاستاذ ابراهيم حجازي طبعا الكاتب الكبير كان يعني مبسوط منك، وحتى قال ده المفروض يعني حتى المقاله قدامنا هنا ان المفروض رئيس الوزراء يستقبل دكتور عصام. نعم. الاستاذ ابراهيم حجازي ده انسان والله انسان عظيم يعني، وانا بشكره جدا جدا لان الراجل ده راجل كريم وراجل محترم، وهو كتب عني يعني، وهو عرف يعني قصه حياتي وموقفي يعني. هو انا مش طالب ان انا مثلا انا عايز حاجه عموما، مش حقي يعني. انا قدمت كابتن ايهاب من سنه 1996 اللي هي قطع الاراضي. كان نفسي بالقرعه ان انا اخد حته ارض في اللي هي المدن الجديده ديت، وكان متر الارض ساعتها ب 200 جنيه. كان امنيه ابويا ان احنا يبقى عندنا بيت يعني نعيش فيه وكده يعني. كويس. ابويا مات، انا ما عرفتش اجيب حاجه. انا مش طالب ان انا اخد دي ببلاش، ان انا اخدها ان انا من اللي هو القنوات الشرعيه يعني. ان انا اخدها. بس حظك ما بيجيش في القرعه. انا عمري ما اخدت في القرعه. انا جيت سنه من السنين
انا قدمت انا و25 واحد من عيلتي كلها كويس وما جاتليش. انا رحت مكتب الوزير من 3 سنين اللي هو كان ساعتها المغربي، ودخلت مدير مكتب الوزير وقلت له حضرتك يعني ممكن تقول لي يعني لو في اي استثناء وكده؟ قال لي ولا الهوى. فانا حتى ساعتها انا قلت له والله وهذا اللفظ يعني لو علاء مبارك او جمال مبارك طلبوا منك قطعه ارض يعني، قال لي ولا حتى حسني مبارك. فقلت له والله لو في زيك 10 احنا يعني ربنا يخليك لمصر. يعني ما كانش ساعتها في استثناء. بعديها ب3 اسابيع انا بقرا الجرايد وانا في امريكا بتاع الراجل دوت كان اخدوه في رشوه 15 مليون جنيه يعني. كويس، وانا عمري ما خدت الارض يعني. طب انا دلوقتي على فكره بالنسبه للثوره يعني طالما ما فيش عداله في التوزيع هنا في مصر هتفضل البلد يعني. انا بتلاقي مثلا انا قعدت في امريكا بقالي 22 سنه، لكن لما انا بنزل واشوف الاسعار اللي احنا بنشوفها خياليه جدا جدا جدا، معنى كده ان في الناس دي هم 10% من مصر كلها زي ما بيقولوا حيتان يعني. وفي ناس عايشين تحت الارض، انا من ضمن الناس اللي هم عايشين تحت الارض. ما كنتش هتقدر تاخد طبعا اللي ب 2 و3 مليون ولا لا ما اقدرش يعني. وانا اشك اي واحد معاه فوق 2 مليون 3 مليون، انا اشك ان الحاجات ديت مش فلوس حلال يعني. نعم. افتكر هناك عندكم في امريكا عصام رجب تخش مرتبه عارف الايراد او دخله كام وخارج يعني افتكر اوباما او كلينتون او اي حد دول بيبقوا معروفه مرتباتهم وايه الفلوس اللي جايه لهم، يعني الكلام ده صح؟ طبعا. انا نفسي هنا في مصر ان كل واحد اي مواطن يعرف رئيس الجمهوريه بيعمل كام، عنده ايه قبل ما دخل قبل ما خرج، اي واحد في الجيش في الشرطه في اي حاجه يعني. انا ما اجيش انا مثلا الاقي لواء كويس، اللواء ده لو قاعد مثلا بياخد حتى 10000 جنيه في الشهر، لو انا حسبت هو قاعد 30 سنه هو عمره ما هيجيب مثلا فيلا ب 5 6 مليون جنيه. لكن الاقي الراجل ده قاعد مثلا ب 6 7 مليون جنيه، طب هو جايب الفلوس دي منين؟ الكلام ده عندكم هناك في شفافيه؟ طبعا. انت لو حضرتك انت دخلت دلوقتي على اي موقع هناك انت تعرف انا مرتبي كام، انا بدفع ضرايب قد ايه، انا بعمل ايه، انا عندي ايه، كل الحاجات ديت من اول المواطن العادي لغايه رئيس الجمهوريه لكل الناس. لكل الناس. كويس. لكن انت هنا بتلاقي مثلا ايه ده وزير يقول لك انا، وبعدين بعد ما يخلص تلاقيه ده عنده مثلا ملايين. كويس. ما فيش. هو للاسف احنا ربنا يهديهم. طب روشتة بقى هنا للرياضي المعاق عشان يحافظ على مستواه ويوصل ويبقى نقول يعني زي دكتور عصام كده، يعني تديله نصيحة ازاي يوصل للقمة اذا كان في الرياضة او في العلم او عموما يعني. هو عموما اولا هو لازم طبعا يكون مؤمن بالله يعني، ومؤمن بنفسه ان هو يقدر يعمل الحاجة ديت. لو هو في دماغه مؤمن بنفسه وبالله كويس هو ممكن يعمل اي حاجه في الدنيا دي كلها. مفيش حاجه اسمها مستحيل كويس، مفيش حاجه اسمها صعبه. لو انت حطيتها في دماغك انت ممكن تعملها. يعني انت عايز تبقى مذيع وعايز تبقى مذيع لامع، انت ممكن تعملها. مفيش فرق بين واحد على كرسي متحرك وواحد لا. طالما انت فيك قلب والقلب بينبض وانت فيك عقل، انت ممكن تعمل اي حاجه في الدنيا دي كلها. طب بالنسبه لفكره بقى اللي هي البرامج اللي خاصه برياضات المعاقين زي برنامجنا او اللي بيغطي رياضات المعاقين عموما، هل الكلام ده موجود بره؟ والله هو حضرتك بص هو موجود طبعا بره يعني. انا كان نفسي يعني مثلا يكون البرنامج بتاعك دوت. طبعا ده يعني شيء جميل جدا، بس ده برنامج واحد وده بيجي كل اسبوع وبيجي ساعه واحده. شوف انت حضرتك انت هنا في مصر 45 مليون كويس، ويجي ساعه كل اسبوع برضك قليل. يعني انا نفسي مثلا تتوسع القاعده، يبقى في برامج كتير للمعوقين حتى مش رياضيه بس، انت فاهم، يتكلم على النواحي الاجتماعيه، حياتهم اليوميه، ازاي بيعامل معوق في حياته اليوميه. انت يعني عايز قناه يعني احنا طبعا محتاجه ليه لا ما يكونش في قناه تبقى دي خاصه بالمعوقين، انت فاهم. طب احنا معانا دكتور حسام مصطفى رئيس اللجنه البارالمبيه ورئيس الاتحاد الدولي للكره الطائره المعاقين. اهلا بيك يا دكتور حسام. اهلا. ازيك يا اياد؟ زي دكتور عصام وحشني جدا، بقالي زمن ما شفتوش يعني. ازيك يا دكتور حسام؟ وحشني والله. وانت كمان
كمان والله. دكتور حسام، طبعا فرصه ان الدكتور عصام موجود هنا، فعايزين يبقى اكيد في تعامل بين اللجنه البارالمبيه وبين الدكتور عصام ونستغل خبراته الموجوده في خدمه المعاقين في مصر. ده اكيد احنا يعني ان شاء الله في الفتره الجايه هيبقى في تعاون وثيق بيننا وبين عصام. احنا بصدد ان احنا نعمل حاجه اسمها الاكاديميه البارالمبيه المصريه، والاكاديميه البارالمبيه المصريه دي مفيش غنى اطلاقا ان احنا لازم نستعين بالكوادر المؤهله العظيمه اللي بتشتغل في المجال على مستوى العالم. فالنهارده يعني مفيش نقاش انه النهارده ان شاء الله الدكتور عصام يبقى له يعني يقدر يدعمنا في هذا الموضوع، يبقى في بروتوكول تعاون ما بيننا وما بينه في جامعه تينيسي يعني. وانا عارف ان احنا كان في بيننا وبعض حديث قبل كده في الموضوع ده، وان شاء الله ربنا يسهل والفتره الجايه يبقى في تعاون مستمر، وبدل ما يجي مصر مره كل سنه نجيبه مره كل شهر ان شاء الله باذن الله يعني. ويبقى عندنا اصلا يعني نقول طيور مصريه وفعلا يعني مش يعني بتخدم تقدر تخدم المصريين. هو اكيد الصوت قطع، حظ طبعا فرصه كان دكتور حسام لما عرف ان حضرتك موجود هنا فصمم يتكلم. هو في انجلترا على فكره دلوقتي يعني. الدكتور حسام ده صديق عزيز عليا، يعني اعرف الدكتور حسام من فتره كبيره جدا جدا. كان معانا في 88 سول. 88 سول واعرفه قبل كده يعني. هو انسان عزيز يعني، وراجل اشتغل في مجال المعوقين من 88 يعني. ف ربنا يقويه. انا عارف ان هو دلوقتي هو رئيس اللجنه البارالمبيه، فربنا يقويه في الفتره ديت ويقوي منتخب مصر للمعاقين يعني. ربنا يكرمهم ان شاء الله ويرجعونا سالمين غانمين يعني. انت مع ان اللجنه البارالمبيه تتقسم لاتحادات؟ طبعا هو المفروض اللجنه البارالمبيه تتقسم لاتحادات يعني. اولا ايه، كل ما تتقسم لاتحادات الاتحاد ده هيبقى اصغر كويس، لان الاتحاد ده هيقدر يركز اكتر، هيقدر يخرج ابطال اكتر كويس. وفي نفس الوقت الناس اللي هم هيبقوا مسؤولين جوه الاتحاد دول هيبقوا اللي هم الناس مؤهلين كويس، ناس مارسوا اللعبه قبل كده، ناس على علم على درايه. واتمنى ان هو يبقى يعني، انا اتمنى ان كليات التربيه الرياضيه هنا في مصر تفتح المجال بالنسبه للمعوقين. ليه المعوق ما يخش كليه التربيه الرياضيه؟ دي برضه كويس يعني. انا مش فاهم ليه يعني ليه هو معوق؟ طب ما احنا في معوقين بيلعبوا رياضه، ليه هو ما يبقاش مدرب؟ ليه هو ما يبقاش اداري؟ ليه هو ما يبقاش رئيس اتحاد؟ يعني في حاجات كتير جدا يعني هو انت دلوقتي ليه هو ما يبقاش مدرس تربيه رياضيه؟ كويس. فانا نفسي ان هو يعني، انا بقول لك احنا محتاجين ثقافه بالنسبه للمعاق في كل حاجه يعني. انا نفسي مثلا وزير التعليم يتفهم ان هو مثلا لو في ممكن يبقى في مثلا مدرس معوق، مع المدرس ده لما يكون معوق هيبقى في مثلا 3 4 معوقين في المدرسه، يعرف يتعامل معاهم ازاي كويس في كل حاجه في جميع المجالات كويس. انا شايف ان هنا في مصر ممكن تلاقي مثلا معوقين ما بيرضوش يخلوهم يخشوا كليات معينه لانه معوق. هناك في امريكا ما فيش كلام من ده. طيب الوقت الحلو خلص، ويعني احنا سعداء بيك يا دكتور عصام حميدو، نقول نجم مصر والوطن العربي واللي شرفتنا في امريكا ولغايه ما اصبحت نائب رئيس الجامعه في ولايه تينيسي ومستشار حاكم الولايه وبطل عالم في العاب يعني حاجات كتيره. احنا سعداء بحضرتك هنا في برنامج ابطال التحدي، وكلمه اخيره تقولها لابطال التحدي قبل ما ننهي. انا طبعا اشكرك طبعا على الضيافه، وطبعا انت اخ عزيز، طبعا انت زميل الملاعب، احنا قضينا وقت مع بعض اكتر من الوقت اللي احنا قضيناه مع اهالينا يعني. فانت بالنسبه لي اخ وصديق عزيز عليا. وطبعا بالنسبه للمعوقين في مصر، اتمنى ان المعوقين في مصر عموما يعني ان هم ياخدوا حقوقهم كويس، وما يبقاش كلام بس على ورق كويس. اتمنى ان النظره يعني تتغير بالنسبه للمعاق في مصر ان شاء الله يا دكتور عصام. وشكرا لكم اعزائي المشاهدين، وان شاء الله نراكم على خير الجمعه القادم مع توثيق دورات البارالمبيه. وما تنسوش بكره ان شاء الله الاعاده الساعه 8 صباحا. الى اللقاء، نشوفكم الجمعه الجايه.